وهذه هي اللي غادي تهنيك من الوقيف في الكوزينه، كفته مشويه في الكوكوط بدون قطرات الماء، ساهله وشي حاجه اللي كتستحق التجربه، ضروري تجربوها وعلى بركه الله. اليوم غادي نحضروا معكم كفته مشويه في الكوكوط. اول حاجه عندي بصله وعندي مطيشه. غادي ناخذوا البصله نقطعوها شرائح هكا طوال. تقدروا ديروها هكا دوائر، انا ما كنبغيهاش هكا دوائر، كنبغيها هكا كتجيني احسن. نتوما قطعوها كيف بغيتو. مطيشه حتى هي غادي نقطعها بحال البصله، تقدروا حتى هي تقطعوها دويورات كما قلت لكم. انا كنبغيها هكا نقطعها بحال هاد الطريقه، بحال هاد الطريقه. وهنا غادي ناخذ شي سلافه ولا شي بانيو باش نديرو فيها الكفته. هنا ندير الكفته. بالنسبه للكفته الكميه اللي متوفره عندكم والكميه على حسب الافراد العائله. غادي نديرو الملحه، واحد شويه ديال نزيدو شويه ديال البزار، سكينجبير، قزبر بودره، نديرو شويه ثوم بودره الا متوفر، ما كانش بلاش وتستغناو بها. شويه ديال التحميره، نضيفو شويه ديال الربيع مع الثومه وغادي نخلطو مزيان هاد الكفته. ندخلو فيها ديك التوابل مزيان كيما شفتوا معايا. ودابا من بعد ما الكفته ديالي ولات موجوده، دابا غادي نحربلوهم ونديرو هادي باش نحطو فيها. بسم الله. بحال هكا. تقدروا ديروهم دويورات دوائر، تقدروا ديروهم هكا اللي كتفضلوا. طريقه سهله في الساعه كتوجد لكم هاد وجبات العشاء. في الساعه كتوجد. هكا كنستمر حتى نكمل الكميه. وهاد الطريقه ماشي غير الكفته اللي تستعمل ديروا بها، تقدروا ديروا شرائح ديال الدجاج، تقدروا ديروا الدجاج هكا مشوي بالكوكوط، تقدروا ديروا الصوصيت. المهم اللي عندكم اللي كتفضلوا نتوما شويها في الكوكوط. راه ساهله وكتجي عرفتوا المذاق اللي فيها، كتجي واعره. تقدروا ديروا حتى السردين، كفته ديال السردين ديما جربتها لكم. صافي بهاد الطريقه كندير الكفته ديالي. هانتوما من بعد ما كملت، هانتوما دابا غادي نستفوها باش نديروها ديريكت في الكوكوط. من بعد ما كملت، شوفوا تمنظروا لي على المنظر ان شاء الله. ودابا غادي نحتاجو الكوكوط. المهم هنايا دابا غادي نجيب الكوكوط، ودابا غادي نديرو البصله. غادي نفرشو البصله هنايا من التحت، ضروري هي الاولى. نديرو هنايا واحد الكميه ديال البصله. المهم درت انا حبه كامله، نتوما بغيتو تزيدوا البصله. ديروا البصله كيما شفتوا معايا. فسختها هكا شويه باش تجيني مفسوخه، متبقاش هكا مجموعه. غادي نزيدو ديك مطيشه من الفوق. انا درت غير حبه وحده، بغيتو نتوما تزيدوا شي وحده زيدوا. انا ما بغيتش تكون المطيشه فيها بزاف باش ما تطلقش الماء. عارفين المطيشه كتطلق الماء، بغيتش تجيني هكا بزاف. ودابا هانتوما غادي نديرو هنايا الكفته ديالنا نستفوها في الكوكوط. بالنسبه للبصله مطيشه غادي نديرو لها شويه ديال البصار، نسموها شويه بالبزار، شويه الكمون، غير شويه من حاجه وصافي. نزيدو شويه د الملحه،
كتروش حيت درنا في الكفته راه ضروري ديك الملحه غادي تهبط، داك الليدان ديال الكفته غادي تهبط باش ما تجيناش مالحه. صافي نزيدو شويه د الكمون من الفوق غير هكا صافي، غير واحد شويه. نستف الكفته كما شفتوا معايا بهذه الطريقه، ستفوا كي بغيتو نتوما. انا غادي غير نحطها كما شفتوا معايا بهذه الطريقه، ودابا تجمع لكم غادي تجمعات منين طيب غادي تجمع كما قلت لكم. كميه كتبقى على حسب الافراد العائله، على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، بغيتو شويه بغيتو قليل بغيتو كثير، نتوما كتحكموا فيها. هنا صافي غادي اللي بقات لي نديرها هكا من الفوق وصافي. حنا كملنا. هانتوما كما شفتوا معايا راه ما درت لا الماء حتى حاجه. صافي دابا شنو غادي ندير هنا؟ الزيتون اختياري، ماشي ضروري ديروا الزيتون. انا كان عندي بغيت نديرو يعطيني نكهه زوينه الزيتون، نتوما بلا ما ديروها. الا بغيتو تجيكم بحالي مشويه بلا ما ديروا الزيتون، انا اختياريه غادي نزيدها. نتوما كما قلت لكم نتوما حرين في الاختيار ديالكم، بغيتو تزيدوها زيدوها، ما بغيتوش اكتفيو غير بالكفته وداكشي اللي درنا. نزيدو شويه ديال الكمون من الفوق صافي. ودابا نسدو الكوكوط، غادي نزيدو واحد شويه ديال الزيت، غير واحد شويه صافي. الكفته عندنا ميد ما فيهاش الشحمه، وغادي نزيدو غير شويه صافي. ودابا غادي نسدو مباشره الكوكوط ونردوه فوق النار باش يغلي. نديرو الصفاره ضروريه صافي. ودابا غادي نديه مباشره فوق البوطه. وبالنسبه للطياب انا في الاول نتوما جهدت البوطه حتى تبدا الصفاره كدور. متى تبدا الصفاره كدور عاد غادي نقصوا النار، خصها النار تكون مهيله بزاف باش كيطيب على خاطرو وكيطلق واحد الماء خفيف، واحد الماء من بعد نخليه يطيب مزيان باش ما تحرقناش ديك البصله. يلا هانتوما معايا هانتوما من بعد ما طاب طفيت عليها الكوكوط. شوفوا 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 المريقه ما شاء الله اللي عطات. شفتوا كيما شفتوا معايا ما درت لا الماء لا حتى حاجه. شوف دابا غادي نخليها تنشف، نشعل عليها البوطه نخليها تنشف. هادشي كامل اللي تماك، هاد المكان اللي كاين هنا، هاد المكان اللي كاين هنا غادي نخليها تنشف وبحال اللي تعسل ديك البصله. المهم نقدمها معكم. شوفوا تبارك الله الماء اللي طلق. انا راه ما درت لا الماء لا حتى حاجه، غير شويه ديك الزيت. البصله كتطلق الماء راسها. نحاول نحركوها بحال هكا باش ما تلصقناش ديك البصله من تحت. ندير واحد سلطه المهم مرافقه معاها. هنا عندي المكرونيه درت لها شويه ديال الثوم، شويه ديال الكاشي والمايونيز وصافي. المهم نخلط هكا غادي نحطو هكا صافي. المهم لا ما نزوق ولا شي حاجه، غير داكشي عشوائي وصافي. نشرب ديك المريقه ديالها كامله تماك باش تعسل لنا ديك البصله. انا نزيدو لها واحد شويه د المطيشه. المهم انا درت داكشي اللي متوفر عندي في الدار، وانتم كذلك ديروا داكشي اللي عندكم. عليهم شويه ديال الباربه، غير شويه وشويه من حاجه حيت ما الا كثرت ما غاديش تتكلم. ندير غير شويه داكشي اللي غادي ناكلو وصافي. وصافي في التالي نزيدو غير شويه ديال البطاطا مسلوقه مع الجناب هكا. حاجه زيدوها الخوص الخيار، المهم اللي كان عندكم متوفر في الدار. صافي هذا هو الشكل ديالها. شفتوا كيفاش كتجي زوينه ما شاء الله. شوفوا هانتوما
الكفته ديالنا بهذا الشكل هذا. شوف كيفاش كتجي معسله، هانتوما شوف كيفاش كتجي معسله. هادي راه غير داك اللي داموها وصافي اللي بقاو. ودابا غادي نقدمو معكم ان شاء الله. نحطو هنايا في الطبيسيل هذا. بسم الله على بركه الله. الصراحه كتجي شي حاجه واعره. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مشويه الكفته، ما شاء الله. هانتوما شوفوا تبارك الله كتجي ما شاء الله زوينه. شوفوا ديال عارفين الشحمه كتطلق، عارفين الكفته كتكون فيها الشحمه فكتطلق داك الليدان ديالها. درت معاهم هاد الممارسه ديال الشحمه حيت ملي كتشوف الكفته كيعطيوك واحد شويه ديال الشحمه معاها. درتها حتى هي باش كتطلق البنه، داكشي باش نطلق ليها هاد الليدان كامل. شفتوا الريحه تبارك الله ما شاء الله. صراحه تستحق التجربه، جربوها على ضمانتي. واعره صافي. نحاول نفسخ ديك الكفته بحال هكا. الكفته كتجي طايبه فتيه ما شاء الله. وهذا هو الطبق ديال العشاء. هانتوما شوفوا تبارك الله كفيته ما شاء الله، شهوه منها. والسلطه ديالنا راه شاركتها معكم حتى هي. هادشي صراحه زوين بزاف، ضروري تجربوها، ما يمكنش على مذاق يكون فيه. وهانتوما يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله. هذه هي السلطه ديالنا، هي كتجي زوينه هكا، كتجي هكا زوينه. نتوما رافقوا معاها فريت اي حاجه، مهم نتوما وكانتكم. صراحه شي حاجه تستحق تجربه. بلاتي نوريكم القوام ديال الكفته كيفاش كتجي. هانتوما هادشي باقي سخون. شوفوا ما شاء الله. شوف كتجي ميدمه منفخه من الداخل. هانتوما واخا راه طايبه سخونه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم اخوتي العزاز. السلام عليكم، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش لايك الفيديو وتبارطاجيوها مع اصدقائكم وحبابكم باش تعم فائده. يلا مع السلامه.